اسهل وارخص كلاص ممكن توجدوه غير في الدار بثلاثه ديال المكونات فقط. ساهل ماهل وكيجي لذيذ بزاف. ضروري تسجلوا عندكم هذه الوصفه هذه. هنا كنحتاج 2 حبات ديال الموز يكونوا طايبين بزاف باش هكا النسبه ديال السكر تكون عاليه. الا ما متوفرش عندكم ممكن تزيدوا ليه السكر. وصافي هنا من بعد هنا درت 2 حبات ديال الموز. من بعد هنا كنضيف الفريز اللي هنايا درته في المجمد حتى تجمد مزيان. عاد كنضيفو ممكن تعوضوا الفريز بالخوخ بالافوكا المونغ اي حاجه كتعجبكم. صافي هنا من بعد كنضيف الكريمه. انا هنا درت تقريبا الكاس ديال الكريمه. ممكن تعوضوها بالحليب العادي وتضيفوا عليه شويه ديال الحليب المكثف المحلى. صافي هنا كنطحن كلشي مزيان في الروبو. كنبدا بشويه ومن بعد كنزيد في الفيتاس باش ما تخسرش لكم الروبو ديالكم. صافي كنطحن كلشي مزيان حتى كنحصل على هذا القوام هذا كيف ما غتشوفوا معايا هنايا بحال الكلاص اللي كنشريو. صافي هنا من بعد كناخذ بواطه كنكب فيه داك الخليط ديال الكلاص وكنحتفظ فيه في المجمد. ممكن تحتفظوا به ما بين اسبوع حتى الاسبوعين ما كيوقع عليه والو. شكفوها كامل تبغيو تقدموا خرجوا على الاقل ربع ساعه قبل ومن بعد تقدموه. وبالنسبه للتين ممكن ديروا اللي بغيتوه. ممكن ترافقوه بكل شيء بالشوكولات ابيض شوكولات اسود الصوص هكايا ديال الديسير. انا هنا خديت الفريز ضفت ليه شويه ديال السكر طيبته هنا بحال الكونفيتور من بعد خليته حتى برد وصافي كبيته من الفوق. كيجي واعر بزاف لذيذ بزاف وسهل. وبصحه والراحه. ما تنساو لايكاتكم وتعليقاتكم الجميله وبزاف ديال البارطاج علاش لو ما تنساو تجربوا هذه الوصفه هذه.